عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم دجاج محمر طريقتي سهله ديال الناس المبتدئين. المهم هنايا عندي جوج دجاجات ها هما كبارين، يكونوا كبار شويه ولا متوسطين. هنا راه حتى بديت الشرموله وعاد فكرت انني نبارطاجي معكم. تتبان الشرموله بيننا. بالنسبه لاشنو درت هنا، درت الزيت، هي كتبغي شويه الزيت تكون ها هي. المهم شويه ديال الزيت ما تكونش قليله. الربيع، الحامض مسير انا باقي غادي نزيد. هنايا الهريسه اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. وبالنسبه للتوابل غادي ديروا بزار، سكينجبير، هذا راه الضامه ديال الزعفران، انا ما عنديش الزعفران شعره، درت الضامه والسمن. شنو قلت في التوابل؟ البزار والملحه والسكينجبير صافي والخرقوم. وراه الحامض انا مازال غنزيدو، والثومه راه غندير 5 ديال الفصوص. عندي دوك الثومه هادو الفصوص صغار، غندير 5، ديروا 5 ولا 6 صافي. وهاد الدجاج راه انا غنديرو الغدا اليوم، راه دابا راه الليل غادي نشرملوه، وغادي نحاول هاد الصدر ديال الدجاج غادي نطقمو هكا، ونحاولوا ندخلوا الشرموله حتى في بين الجلده واللحم وصافي. وغادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نبارطاجيه معكم. هنا غادي نزيد شويه ديال الحامض معصور، حاولوا ما تكثروش الملح حتى الاخر، ديك الساعه على خاصكم غادي تزيدوا. صافي هنا بقات لي غير الثومه، نديرها له. خصو يكون مغسول، المهم غسيلكم كلشي كيعرف يغسل الدجاج ويكون مسقطر، خصو يكون ناشف باش يكون مزيان. صافي انا هنايا راه الشرموله زدت فيها واحد شويه ديال الماء صافي، وكنشرمل هاد الدجاج. حاولوا راه انا تقبتو بالموس، وخصوصا هنا الصدر ها نتوما راه تقباه بالموس، وحاولوا ديروه هنا بين الجلده وهذا اللحم كيبان هكا بحال هكايا، هذا الداخل والداخل كاع حتى هو صافي. شرملت هذه غنشرمل الثانيه صافي، وغادي نجمعو ونخليه حتى الصباح تنرجع معكم ان شاء الله. صافي هما الدجاجات راه صافي قديتهم، غنغطيهم دابا بالسلوفان وغنخليهم حتى الغدا. وراه ما وريتكمش، راه انا زدت قاقله وبسيبيسه، هانتوما هذه وهذه. ايوا صافي. والقرفه درت غير شويه حتى فاش نكون طيب راه غادي نلوح فيها واحد عود ديال القرفه. يلا نتلاقاو من بعد حتى الغدا ان شاء الله ونكملوا الوصفه. صباح النور، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. هو النهار الثاني اليوم ان شاء الله، هو فاش غادي نطيبوا هذوك الدجاجات. غادي نبدا معكم انا. يلاه حنا يلاه دابا فقنا، درت الماء يطيب الاتاي، ودابا غادي نحطوا دوك الدجاجات يبداو يطيبوا ونوجدوا اتاي ديالنا ويدوز النهار زعما الفطور. وهذا نقادو عادي، ما غاديش نشارك معكم الفطور لان الوصفه ديالنا هي الدجاجات، ماشي ما غنشدش معكم الروتين. يلا انا غادي نوجد الكاميله وهذا ونشارك معكم الطريقه. صافي انا وجدت، حطيت الكاميله، حطيت دوك الدجاجات جبدتهم من الثلاجه. اول حاجه كندير كناخذ بصيله، ها هي هنايا واحد جوج بصلات كبار موين، ماشي كبار بزاف، المهم بجوج. دابا البصله هذه غادي نديرها باش نطيب الدجاج. وبالنسبه للدغميره راه انا غادي نزيد البصله، حيت البصله هي اللي كتحكم لينا في التغميره. شفتي يبان لكم؟ صافي هنايا كيف ما شفتوا هذه البصيره، غادي نفرشوا البصله هي الاولى هكا. غادي نهز الدجاج اللي رقدنا،
ريحته رائعه. غادي نحاولوا نهزو هاد الدجاج ونديروه على الصدر فوق القميله. هانتوما هما الدجاجات هما هاد القنصات والكبده وهذا انا غنحيدهم. خليتهم في هاد الشرموله غير باش تشربوا حتى هما ديك الشرموله، ولكن غادي نخليها فيهم وغادي نسلقهم في الماء تحيد منهم الزفوريه وعاد غنقطعهم. صافي هادو غنخليوهم هنا. وهنا هاد الشرموله اللي بقات انا غادي نكبها هنا، وغادي نزيد تقريبا واحد جهد نص لتر ولا لتر الا ربع ديال الماء، حيت الدجاج ضروري يطيب في الماء، ماشي تخليوه زعما ديك البصله تطلق الماء ولا لا، ضروري يطيب في الماء. بغيتي نزيد الماء انا غادي ندير هنا الزيت وغنولي درت فيه الشرموله باش ما نضيعهاش. نديرو بعدا فوق العافيه، والنار غتكون ناقصه يعني مهيله. هانتوما انا خليته درتو فوق العافيه مهيله. الغطايه ديال القميله ديما غطيو بهذه الطريقه، يعني تخليه واحد شويه منفس باش ما تطرطقش ديك الجلده ديال الدجاج. صافي دابا غادي نزيد عليه غير حتى يبدا يطبخ وننقص. هنا غنزيد ديك الميها غنزيد الماء حتى على الاقل يوصل ليا النص ديال البخار. صافي. هو الدجاج من الاحسن يدار هكا في القميله احسن ما ديروه في الكوكوط. خصكم تبقاو رادين معاه البال. بحال دابا كيفاش غنبغي مره نحرك، غادي نحاول ندير هكا فهمتي باش نتاكد بانه ما لاصقش ما يلصقش داك الصدر في القميله. وهنا واحد الطريقه انا غادي نقول لكم، هنا كاينين الناس اللي ما تيديروش الزيت في الاول، والاغلبيه ما كيديرهاش من الاول. بغيتو نتوما ديروها من كما دابا ديروها، ما بغيتوش يا كيقول لك زعما ديك الاقامه العطريه اللي كنديرو ما كتدخلش للدجاج الا كنتي دايره فيه الزيت. نتوما ديروا ديك الشرموله اللي درت ما ديروش الزيت، وفاش يبدا يغلى هاد لاصوص هاد الدجاج فاش ديروه هكا في الماء وهذا يبدا يغلى زيدوا الزيت العاديه. اما زيت الزيتون انا غنزيدها فاش غادي نبغي ندير الدغميره. صافي كما قلت لكم انا غير وصل ليا هاد الماء النص ديال صافي. هانتوما كيف ما شفتوا انا هاد الهيلو هذا راه ما طحنتهمش، لان فاش كنطحنوهم تيعطيونا شويه، انا كنحس بهم كيعطيو المروره. وكل واحد كي كيدير. كاينين الناس اللي كيديروا معلقه ديال كيسميوها هما راس الحانوت ديال الدجاج محمر. صافي ايوا دابا غادي نخليه كيف ما قلت لكم غير يبدا يطبخ، وغادي نقص عليه البوطه. وهنايا غادي نغطي هكا النص هكا، نخليه شويه باين،
وهانتوما معايا ايوا نمشي نعمر اتاي ونرجع معكم. هنا انا نسيت ما رميتش فيها عويدات ديال القريفه، هنا رميت هاد الجوج صافي وغنسدو عليها. انا رجعت معكم غير نوريكم قلبت الدجاجات. دابا درتهم على ظهرهم، هانتوما كي كتشوفوا انا هانت بدا كيطيب هذا تقريبا واحد 40 دقيقه اللي خليتهم حيت ناقص عليهم العافيه. صافي هنا كنهزو شي قطعه ولا شي حاجه وكنبقاو نديروها. هانتوما راه كيبقى يخرج شويه ديال الماء. هاد الطريقه ضروريه فاش كديروها فاش تكونوا تاكلوا، ما كتلقاوش داك الدم اللي كيكون داخل في العظم، الا كان راه تيخرج. هانتوما كيخرج داك الماء، ضروري هاد الطريقه. صافي غنخليهم دابا على الظهر تقريبا واحد 10 دقائق. وحاولوا ديروا تاني الجناب حتى هما واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه وصافي. وكتحيدوه ديك الساعه غادي نبداو في التغميره ديالنا. هنا راه انا دايره القنصه راه قطعتهم، وهذيك الكبده والعناق نخليهم حتى حتى التغميره ونديرهم. صافي هنا راه حيدت الدجاجات هما. انا دابا غندهنهم ونخليهم حتى يقرب يطيب. دير هاد التغميره عاد نديرهم في الفران. درت هنا السمن وشويه ديال ديك الطامه ديال الزعفران والهريسه. وهنا قبل ما ندهن هادو غندير هادو العناق والكبده. هاد الحاج شفتي هي ياك، والبصله. هنا زدت 4 البصلات. ما بغيتو التغميره تكون كثيره غتكثروا البصله. صافي وتخليو العافيه ناقصه وتبقاو تحركوا مره حتى تدغمر لكم هاد البصله. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون تقريبا نص كاس، قفرتها مع الحاج. نمشي ندهن دابا الدجاج وهانتوما معايا. نوريكم البصله كي ولات راه باقا كتدغمر. شفتوا هانتوما ونخليها حتى تدغمر مزيان عاد نحيدها. رجعت معكم تشوفوا التغميره جات واعره. هانتوما كتبان لكم معلكه هكا خاصها تكون. صافي المهم نتوما هنايا كتخليوها غير فوق البوطه وتكون العافيه ناقصه، ومره كتجيو تحركوا باش ما تحرقش وما تلصقش وصافي. ها نتوما راه التغميره موجوده. والدجاج رانا درتو في الفران صافي غير يحمر وغادي نحطو في الطبيسيل ونصور لكم في الاخر ان شاء الله. كنتمنى هاد الطريقه اللي درت تجيكم سهله. انا كنقول مبتدئات لان حتى انا مبتدئه بحالهم يديروا هاد الطريقه غتجيكم سهله وزوينه وغيجي الدجاج ناجح. هما الدجاجات راه تحمروا، انا غندير معها في الطبيسيل. واش الطبسيل الزرق كبر من هذا يمكن؟ لا كاين كبير. صافي هما
يلا بالصحة والراحة.